الأفلام دي هتسيطر على السينما في 2026. Okay, this does not look like this is gonna end well for you guys. النهارده جايب لكم أفضل 5 أفلام هينزلوا في 2026 متوقع إنهم يكسروا كل الأرقام. أنا مصطفى روبي ودي قناة رشح لي فيلم، ومن غير تضييع وقت يلا نبدأ. في المركز الخامس The Death of Robin Hood. He was not a hero. You were a murderous brigand. We were monsters. I am the outlaw. Robin Hood. فيلم مغامرة تاريخي فيه تشويق من إخراج وكتابة مايكل سارنوسكي. القصة بتقدم نسخة واقعية وقاسية من روبن هود، واللي بيقوم بدوره هيو جاكمان وهو في سن متقدم. هنا روبن مش بطل مثالي، ده راجل تعبان ومليان إحساس بالذنب بعد سنين من العنف، وبيحاول يلاقي فرصة يكفر عن اللي عمله بعد ما بيتصاب إصابة خطيرة. ست غامضة بتعرض عليه فرصة للنجاة. الفيلم بيركز على ماضيه وأخطائه أكتر من المغامرات المعتادة، وبيخليه يسأل نفسه هل هو فعلا يستحق إنه يتشاف كبطل. الفيلم مقرر نزوله في 2026. في المركز الرابع Disclosure Day. What is it? You wouldn't believe me if I told you. So I'm gonna show you. What are you gonna do? Full disclosure to the whole world. All at once. فيلم خيال علمي من إخراج ستيفن سبيلبرج. القصة بتدور حوالين صدمة عالمية، ودي بتحصل لما بيظهر دليل واضح إن في كائنات فضائية فعلا، وبيحكي تأثير ده على الناس والمجتمع، وكمان الخوف والحقيقة ومكان الإنسان في الكون. شخصية بتكشف أسرار، واللي بيلعب دورها جوش أوكونر. ومذيعة الطقس إيميلي بلاند بيظهر إنها متأثرة بحاجة غريبة ليها علاقة بالكائنات الفضائية. والفيلم بيعرض ردود فعل العالم كله، سواء كانوا ناس عادية أو حتى حكومات. ميعاد نزول الفيلم 12 يونيو 2026. في المركز الثالث سبايدر مان براند نيو داي. Everyone forgot who I was, but I still remember everything. فيلم اكشن وسوبر هيرو بيكمل احداث نو واي هوم. بيتر باركر دلوقتي محدش فاكره، بقى شخص مجهول تماما، وبيحاول يوازن ما بين حياته كطالب وشغله، وفي نفس الوقت بيشتغل كبطل لوحده من غير اي دعم. لكن لما شخصية مستر نيجاتيف تبدأ تنشر الفساد في نيويورك، بيتر بيضطر يرجع للمواجهة، وبيلاقي نفسه داخل في صراعات مع شخصيات زي دريد ايفل وبلاك كات. الفيلم بيركز جدا على الوحدة والخسارة وإعادة بناء الهوية، وميعاد نزوله 31 يوليو. في المركز الثاني مورتال كومبات الجزء الثاني. Where the hell am I? It's called Mortal Kombat. It's a fighting tournament to the death. فيلم اكشن وفانتازي قتالي ومكمل لاحداث الجزء الاول. بعد اللي حصل قبل كده، الحاكم كون بيجبر الابطال انهم يدخلوا بطوله اخطر في العالم بتاعه عشان يسيطر على الارض، وده بيخلي ابطال الارض زي ليو كانج وجوني كيدج وغيرهم يسافروا لعالم تاني ويقاتلوا عشان ينقذوا عالمهم. في شخصيات جديده قويه ومعارك اخطر، واي خساره معناها الموت. والفيلم بيستعرض الصراع ما بين الشرف والانتقام. ميعاد نزول الفيلم 8 مايو 2026. وفي المركز الاول سوبر جيرل. Okay, this does not look like this is gonna end well for you guys. فيلم سوبر هيرو من عالم دي سي. كارا زور-ال اللي بتسافر للفضاء عشان تنتقم وتحقق العدالة بعد ما عدو خطير ضمن موطنها، وخلال رحلتها بتتعاون مع كريبتو وشخصيات تانية. كارا هنا بتحاول تلاقي نفسها بعيدة عن ظل سوبرمان، وبتحدد كمان هي عايزة تكون أي نوع من الأبطال. ميعاد نزول الفيلم 26 يونيو 2026. ودي كانت كل حاجة النهاردة. قول لي ايه اكتر فيلم مستنيه وهتشوفه في السينما، ولو مش موجود في القائمة اكتب اسمه في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن عالم الافلام والمسلسلات. اشوفكم على خير.